السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد العصير ولا اروع اللي رايحين ديروه في شهر رمضان وما غاديش تملوا منه. غادي كل يوم ديروه، ما من الاولاد تاعكم غادي يحبوه لانه ذوق يعني رائع رائع ويوالم شهر رمضان. اذا هذا العصير اللي يتباع برا، اذا ما تروحيش تشري من برا، ديري في دارك نقي وجديه وفرحي بالعائله تاعك. اول حاجه رايحين نروحوا المقادير. عندنا هنا 160 غرام تاع سكر عادي، راني موزنتها لكم بالميزان، يعني 160. هنا عندنا 5 غرام لا سيتريك، اذا هذيك 5 غرام سيتريك خلطتها مع السكر، وراكم تشوفوا خلطت مليح، دخلتها وزدت هنا مثبت راه يتباع اللي يبيع لوازم الحلويات يعطيه لكم بالميزان كيما تبغي اشري. ديري على راس المورف برك، ديري هنايا يوطرو تاع ما. اول حاجه زدتها السكر بعد ما خلطت هذوك المكونات سكر مع المثبت والسيتريك، زدت الماء راكم تشوفوا هنايا عندك يوطرو نتاع ما. زيديه للعصير، للمكونات عفوا، سمحوا لي يعني نغلط شويه في الهضره. وهنايا نزيد باتاغوم اللي تحبوها. انا درت هنا باتاغوم تاع الليمون، نتوما تبغوا الفراوله، تبغوا الموز، تبغوا لامونغ، راهم يعني انواع، كل وحده واش تبغي ذوق تاع العصير نتاعها. يعني انا هنا درت الليمون لكن خرج رائع. راني خلط راكم تشوفوا هنايا بالملعقه قبل، ورايحين من بعد كي يذوب لي شويه تاع السكر نروح نفوت عليهم دوره ولا زوج في الميكسر باش هذاك العصير يعني يتقل شويه، فهمتوني؟ لان دور هذاك المثبت هو اللي ثقل لنا العصير. هذه هي يثقل لنا العصير. شتو تاع برا يجي شويه ثقيل، حنا نقولوا علاه يجي ثقيل، هو هذاك المثبت اللي يزيدوه. هذا هو السر، يعني جبت لكم السر تاع اللي يبيعوه برا. عصير اللي يتباع برا راكي حديري في دارك والله نفس الذوق، يعني ما كي خسره والو، شري صوالح وديرهم في دارك. وهذه هي النتيجه كما راكم تشوفوا في امامكم، يعني راهي شهي. فقط جربوه وردوا لي التعليقات، الخبر في التعليقات كيفاش جاكم، وما تنسوش تفعلوا الجرس، وراح نعاود نعطيكم وصفات سهله.